فهذه القوانين يجب لكل متسوق من الانترنت ان يعرفها. ما حكم تداول العملات او المتاجرة في العملات؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيد الكائنات سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التبريكات. وبعد حضورنا الكريم أستاذنا حسان بن عفاري قزول، المرافق علوط عمر بن محمد، إدارة الجماعة الموقرة، ضيوفنا الأكارم، عمار بيت الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. سبتم وطاب ممشاكم وجمعني وإياكم في جنان الفردوس، آمين يا رب العالمين. دائما وفي إطار الطبعة 31 من الأيام الثقافية حول الاقتصاد الرقمي، وتحت شعار نحو اقتصاد ناجح في ظل التطورات المتجددة، يسرنا في هذه الأمسية المباركة، أمسية الأحد 7 ماي 2023 لميلاد المسيح عيسى عليه السلام، يوافقه 17 من شوال 1444 لهجرة الحبيب المصطفى. وفي الحلقة الثانية أن نستضيف فضيلة الأستاذ حسان بن عفاري قزول ليفيدنا ويثري مكاسبنا ومعارفنا وخبراتنا في موضوع وصله تحت عنوان التحول الرقمي لشركاتنا من الأوفلاين إلى الأونلاين، التسوق الإلكتروني ضرورة. ولأن الوعي بضرورة التسوق الإلكتروني أصبح ضرورة جد هامة في عصرنا الحديث، نطرح تساؤلات. فلماذا التسوق الإلكتروني وما أهميته؟ ولماذا التحول الرقمي لشركاتنا وحركاتنا التجارية؟ وما أسباب التحول إلى الأونلاين؟ وما هي النصائح لتصميم وسائل التواصل الرقمي؟ وما هي وسائل التحول الرقمي؟ نقاط أخرى يفيدنا فيها الأستاذ، فإليه الكلمة مشكورا موفقا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. بداية يطيب لي أن أقدم هذه المحاضرة في هذا المركب العامر، مركب الفرقان باتنا، والذي سعيد جدا أنا أني ربما للمرة الثانية أو الثالثة حتى أزور هذا المركب العامر وألتقي بهذه الوجوه الطيبة في هذا المقام الكريم. نسأل الله تعالى أولا أن يكون اجتماعنا هذا ومداخلتنا هذه أن تكون إن شاء الله صرحا ولبنة في شعاركم، شعار الطلبة، لجنة الطلبة بباتنا، أن يكون لبنة في شعاركم نحو اقتصاد ناجح في ظل التطورات المتجددة. ثانيا أشكر إدارة الجماعة الموقرة الراعية والتي تسهم دوما في مرافقة الشباب الطلبة لتنظيم مثل هذه الفعاليات. سبحان الله، تندي يسيدي قنموني حماس وشعور في 2009 أو 10 على ما أعتقد، عندما كنت أمين عام للطلبة ونحن ننظم مثل هذه التظاهرات. ربي يبارك لكم، تعودوا من العدد 31 من طبعات هذه الأيام الثقافية. نطلب من الله تعالى أن يسددكم ويوفقكم في مجالكم العلمي، وسعيدكم لكن تؤدون رسالة سامية جدا، أنكم تنورون العامة، تنورون البلدة وتنورون المجتمع بمثل هذه المواضيع. شديني اختياركم كان موفقا لحد كبير جدا، اختياركم كان موفقا جدا في هذا الموضوع. تبين ديك الموضوع فعلا شديني من الجدية، من ده جديد، وحتى الجدية إلى الجاد.
فربي بارك يعني في اختياركم هذه المواضيع واختياركم لهذه المحاضرات، يعطيكم الصحة، لأنها فعلا هي أصبحت ضرورة. من دون مقدمات أدفع مباشرة في الموضوع، لأنه الموضوع يعني هام وطويل وعريض. عدين التحول الرقمي لمنظماتنا من الأوفلاين إلى الأونلاين، التسويق الإلكتروني ضرورة. مدينة لمنظماتنا، التحول الرقمي لمنظماتنا، أنا أقصد بالمنظمات إذا كانت جمعية، جماعة، مدرسة، مؤسسة، شركة اقتصادية، مصنع، كلها تعتبر كمنظمة باش نقير أو شركة أو مؤسسة. من الأوفلاين إلى الأونلاين، يعني سأشرح هذا التحول الرقمي، ثم نتكلم عن التسويق. هل فعلا ضرورة؟ طلبة، سعي لمنسن، جيل أيام ثقافية، عرض أساتذة، الموضوع يجي لك تدرجة تنجم ديك الأسبوع الثقافي، التعرض مديس ميدان تنجم التهيئ والتزعلك. هل فعلا يحتاج هذا الأمر إلى هذه الأهمية؟ مغلاش. نشي بحول الله تعالى كهدف من خلال هذه المحاضرة أني أرفع الوعي، أتمرق الوعي بضرورة التسويق الإلكتروني. يعني بالتعود إلى هذا الهدف الذي نغلق نشحق في المحاضرة. إن شاء الله ننطلق بخطوات عملية لتصميم تحول رقمي في منظمتك وفق مبادئ وأسس علم وفن التسويق. هذا بدأ. هل هو علم أو فن تسويق في رأيكم؟ خاطر من نعود إلى ضرورة التسويق ياك موجي. خاصة بدأ قبل بمقدمات سريعة، خاصة تعدل بسي المداخلة بسي ديس يعني أسئلة على ما جرت به العادة في الدورات التدريبية أكثر من الذي أميل إليه المحاضرات. فبتدرينهم، هل التسويق علم مغفن؟ علم وفن صح. ميدين علم ياك نقصد أنه يحتكم إلى نظريات، يحتكم إلى علم، إلى أسس، إلى مؤلفات، إلى مصطلحات علمية. عنده نقرس لا سيونس، لو ماركتينغ ديك لا سيونس. هامي نيد الفن نيمارو ماشي تنيم أي سنين، هامي الفن لأنه ديس يعني وكانت دبيغيات أي سنين عز من نفس المسار في نفس الأستاذ، طلع نفس الكتب، وكانت نفس الشركة التفدئ غرس خطة استراتيجية تسويقية معينة. التفد غضضا إلا في نفس المسار ممكن يعزم في نفس الشركة. التفد يتبنى أفكار تسويقية مغايرة. خاطر الدد ياس الفن التسويق اللي يختلف من شخص من السيجل ماركتر اللي قل ماركتر خلاف. إن شاء الله أحاول أن يعني أتسولغ إلى في يعني 7 نقاط. لماذا التسويق؟ أهم التسويق، هل فعلا التسويق مهم ولا لا؟ ومن بعد نحاول نعرف التسويق ضمن أصول علمية بعيد عن ما يعتقده العامة حول التسويق. ثالثا نسول ما هي مكانة التسويق في المنظمة، وكانت التسويق كاع في المنظمة في المؤسسات بتتصرم. ومن بعد نسولغ في لماذا التحول الرقمي هامي نقارب اللي يلزم النزوة الأوفلاين غير الأونلاين. أوفلاين يعني لكن خارج الرقمي. الأون خاطر الأوف بالأون، أونلاين وفرنسي أونليني، أوفليني أونليني، لكن أمسن يعني الرقمنة، أمسن الإلكتروني، أمس مجال الرقمي، أمس مجال يعني الإعلام الآلي، يعني صح التعبير بشكل عام. لماذا هذا التحول؟ لأنه 5 أسباب لضرورة التحول إلى الأونلاين. ثم نعرج إلى من هو زبونك في الأونلاين، ثم نصائح لتصميم وسائل التحول الرقمي السلوك في وسائل الترويج الإلكتروني. سؤال رقم 1 كانوا في هذا أتسلق لماذا التسويق؟ هامي التسويق الإلكتروني. قبل ما نشوف التسويق الإلكتروني يبقى ندول بسي أصلا التسويق يعني يبدأ يعني نشيرك وقت عند الزهيد ديقن إحضار المال
إماروبات تتنجم تقنع مين باللي يوم التسويق لاش ديك الشرا ضرورة في مؤسساتنا في منظمتنا. أكيد ربي يبارك واش يخرج البابيتري واش يخرج لامابلومون واش يخرج التيسو واش يخرج الكنكيري واش يخرج إلى غير ذلك، حتى مدرستنا حتى يعني كاع جميع المنظمات. في رأيكم هل التسويق مهم؟ لماذا وبالتحديد الآن بدأنا نهتم بعلم التسويق، أو بدأت تظهر بعض الأفكار والعلوم والأدوات التسويقية على الساحة التجارية أكثر مما سبق؟ هاميمارو، لماذا أصبحت علوم التسويق أكثر انتشارا من السابق؟ لماذا نرى أن أكثر الأقسام تعقيدا في الشركات اليوم هو قسم التسويق؟ لماذا نرى بعض الشركات تتبنى التسويق من دون حدود، ونرى البعض الآخر ما زالت متوجسة وزاهدة فيه؟ في رأيكم لماذا التسويق؟ هذا الأصعب. هل فعلا ضرورة يا ربي جرى ماشي لك أنا كيغرز مصلحة الحمد لله الأمور الدوران توفا بيان، مغلاش التسويق أصبح ضرورة. الدولة تسوق التسويق الرقمية، التسويق بشكل عام، يعني بما فيه التسويق يعني التسويق الترويج، العلاقات العامة، البيع الشخصي، البيع المتفاعل، البيع المباشر، يعني الأونلاين والأوفلاين. تفضلوا هذا الأصغر. بتوشي الضرورة أنسبد المحاضرة لأني مادام وشي الضرورة يبقى تنتج المحاضرات لاش خص معنا كاع حماق التسويق لاش ما عندوش أهمية ترنيم ديسي ومضيق المحاضرين السلام ما العقبت اما اللي كنا عقل كاع الاموراتو ولا كانت جور توفا بيان اشتن غير ربي نيجي رموني تكثر منغ الحس الاونلاين بالتسويق الرقمي ذهكلت. تفضلوا السلام عليكم. قنعت انا على انه التسويق ضروري، اما اسيدي كيفاش تجي التسويق تيحونا نوم يبقى الشيخ غادي يزور الاهميه ومن بعد الزوغ التعريف ما ديش مالك خاصو غزير الاهميه حتى ادرك باغ حتى في المفهوم الشعبي العام التسويق كيفاش نرقب تمشي الماركتينغ مليح كسب الزبون، يعني بالتالي تجا واش تكسبوا الزبون جيد، يعني وني من اهم اهداف التسويق ثم ينتجا باش نكسب الكليون. ممتاز هايل كمل تفضل مليح. غير دي برودوي ياك كيفاش نروجوا للمنتجات، هامي تروج المنتجات هايل هذا نيغ الشيفر دافير. اكيد انه كل جنسيج غير كاشيني تجي الماركتينغ باش تشمر الشيفر دافير باش تسيليغ خاطر كاع الحكايه نغمالي كيفاش تسيليغ البينيفيس، كيفاش نقدر نسقواس القوام اديس المعلم اما نشيد المعلم نلقى هضره صحيحه الله يبارك العام هذا خير من العام اللي عدى. طيب وني بشكل عام التسويق جاتني للاسف نرقب ربما التسويق ياك وكانه ديك المصروف نتجت باش يعني انبت الزايد ايوه انبت نتجت الزايد يعني في حين نجم نخدم ولاد الحيد بكري نحاول ان نتصور هذه القصه معايا. إجن رزقة الغابت ينكل التفاح ربي يبارك رص الشجارين التفاح ومن بعد بديت تجا هذه قدا هذه سوف تمديت التفاح أنا هذه نقصني هذه ساسك تنصبط أين الزوزو ما شاء الله يجورس التفاح اللي يزوزو إلا عادي ومن بعد يعني الحمد لله أنا اللي الشجرات ياك يزوزوت بل بالعكس ممكن يزعق ضغط مشترين على أساس التفاحس طايح مرفوض ادي السرس ادي الزنز يجور عام عامين ثلاثة أربعة يجو ما شاء الله يجو قصور وأملاك و يجن واسي وزدق الفيديسس يجن سيخونا ولا انت ينصبك تنصبط يسرس التفاح ولا انت ومن بعد نداي وتسين مدن دجيد نشيك الزوزوق تفاحيق معروف تسنين الشام تسنين هي قصة يعني خيالية من نسج الخيال بصح باش الناس في التسويق ومن بعد يوجد صاحبنا ونيو اسقسم زوار يحس باللي يداس مد لاموني غادي يضل ولي تسغي صغرس هذا زوزار لصاحبيس ساعات يدقل ساعات يولي يدقل ايوا اللعب تبدل ومن بعد لواسي تغدي ما تاز الغرس لخطر تنزور السيزوار ديني يولدو دي
تيتغرس زوكا نغرس يرقب في ديس نصبط زوكا نغلدني صاحبنا لدينا تيتغرس الدرايقن يكمل سن الدراوات ويظن بدات تنقص غف الحالت صاحبنا في السن يتغرس غير التفاح ادلي يري تفاح ازقا نصبا خلاف يدود الغاشي ديني ساعات من ذاك اش ديسي صاحبي ساسيني باتات لي لاباس اديس هادي سغف التفاح يبدا يرقب باللي لافير التفاح تتزوقا هم بعد نشمارو التفاح الشجر بتا سنجغ اتنتسغ هذاك اللي غادي من دي ما ديكش خلاف ماشي تفدي زقاسن دونك لي غزوغ وجد لافير ومن بعد حبيبنا بتا يدول جيتون التفاح زقوغ دورا بتا يدول التجار يقرس بتا تويد تشكار خلاص بتا تويد التج وداز علوك اشكمل مع السن تشكارين صغيرين يبدا وضيضا يسنوزو ونيو يدو الخوام من البريمير اني رقاد لاش الامور تزكوسا يكمل دوسيام اني يتكمل توطا وجرد وجر يدود نصبط السيد تبزين يولي سراسا شجر تكت وتقدي ونين دينات يكمل باتي يولي التجا وجي غير يزنوزو ديني يكمل يرسم قلنا البوان دو فونت الوقت اللي وجد البوان دو فونت يسيك تنصبط داني ديك تنصبط دينات يولي طومبالات يولي داشيني الا لومبالاج واجد وني 10 كيلو وني 5 كيلو وني 6 حبات بدا تخسد وني يريد مصفي ما تخسد تبيد وني رحاوس يشغل تغمس يبدا يبدع صاحبنا ونيو خلاص يكولا يساسي قال لي ناس يشكايس بدا ناس يخسرد التعزمد التسويق الناس بدا التسويق باش يبداو يتسويقوا اهم التسويق عندها توجد بداية التسويق في العالم قبل الثلاثينات كل يعني لم يكن العالم بحاجة حقيقية إلى التسويق قبل الثلاثينيات هامي معظم التعاملات التجارية كانت تقوم على مفهوم تبادل السلع وأول مادة تسويق تستعزم عام 1905 بجامعة أوهايو تتسول في لا ديستريبيسيون من باش دير يعني البرانسيب الماركتينغ زور دوسي كاع تسول لا ديستريبيسيون تغ بداية ضعيفة توجد الثورة يعني الصناعية بأوروبا بدا يتبين ديك المفهوم جديد في العالم ما يسمى بالإنتاج الواسع الإنتاج الواسع لا ماس برودكشن تبدا توجد لا ماشين يتوغ لاندستري ديك شرا يمارسي توجد لا ماس برودكسيون يتولد العالم كله بحاجة ماسة إلى ما يسمى بالسلعة ومن بعد يعني الثلاثينيات غير الستينيات تقريبا يعني من القرن الماضي توغ شركات توفا بيان الا توني اني تبرودويزات زنوزو ليس كنجا قناص لا كونكورونس ليس طبلا فايت سنة نتفاح هامي خاطر المصانع قليلة واعداد المستهلكين كبير حتى لا تكاد المصانع انها تغطي الطلب باختصار كان كل ما ينتج يباع وبسرعة كبيرة عام 1950 أواسطها يصدق المفهوم من علم التسويق وأفكاره وأدواته ونظرياته تبدأ تبين المارشي بصح الشركات الوقت اللي لم تتبناها يعني يبدأ تغييرك طريقة العمل مادام النجاح بالأرقام موجود تخيل أني صرا في العام 1950 إلى تصارى غرنغ داني الجيري بسكة 50 60 لفر بتا ونصبوا الى التحول الرقمي النصرة ماشي صرا 1950 الا يولد بدل المصنع واحد عشرات المصانع بدل شركة 100 شركات في كل المجالات واصبحت الساحة مليئة فعلا بالعرض والطلب يولد إمارو الطلب يعني العرض ياك يوجد الطلب فبالتالي يلزم تبدل الحكايه سورتو لي ديتايون ومن بعد يعني اونتوني كاع انني يعني انوض الى قناعه انه التسويق ديكنشنا ضروري جدا اتود وندقم لا استراتيجي دو ديفونس ادرجو تحنوت ادي طوايغ الطامورت ادي علقغ ساعات اتبدل ممكن سلعتو ولد سلعتو اتسجما طبقغ امشري دياس مرحبا بك ماما مرحبا بك خويا باتيناي اسوشا خلاص لا استراتيجي لا ديفونسي كانت تجات ياك اتود ولدومي وغلب
يلزمنا نجو يمارو لا استراتيجي نلاطاك نشنينا نجو نلاطاك دناوي الكليون اسسوا الكليون يعني والدلويل القيمة غير تاع لو تكادر ما صلحغلاش، لأن نجاح الشركات يقاس بالإيرادات، بالتدفق المالي، بصافي الأرباح، بالانتشار، بالمنتجات الجديدة، بالأسواق الجديدة، وكل هذا تسويق. لماذا التسويق؟ لأن التسويق ما زال وإلى فترة قريبة عرض الاستخفاف في الدول النامية، بينما تبذل الدول المتقدمة عليه جهدا ملحوظا، لأننا نظن أن التسويق بلي فري بلي شارج، والحقيقة أن التسويق هو مصدر جلب المال للشركة، لأن الكثير لا يفرق بين التسويق ماركتينج، ترويج، بروموشن، الإعلان، ادفرتيزينج إلى آخره. ودراسة التسويق تجعلنا أكثر احترافا في استخدام كل مما ذكر، لأن أكثر مشاكل الشركات الآن هي تسويقية، بالتالي لا بد من إعادة الاهتمام بالتسويق كمحور لشركاتنا وحلول لمشاكلها، لأن قوة التسويق تغلبت على قوة الإنتاج، كما في اليابان بالمقارنة مع روسيا. فالمنتجات الروسية القديمة متينة وذات جودة عالية، إلا أن بساطة المنتجات اليابانية مع جودتها المعقولة تفوقت. ان شاء الله نحاول انه نقنع باللي نبدا نفهم باللي التسويق لاش ديك الجهه ضروره حما لك غنكمل وجر. مفهوم التسويق عند الراي الشعبي عن التسويق ديك الجهه بسين البيع، بسين الاعلام، بسين العلاقات العامه. عنده الراي الشعبي عن التسويق. يعجبني بيتر دراكر إلا كبيرهم الذي علمهم الإدارة يوجد ذا، إن الهدف من التسويق هو جعل المبيعات تزداد بشكل كبير. سما الفايدة تم تجرد كاع كم تجميعك حماك أن نغني لو شيفر دافير. صح، بدل المفهوم يوجد اتحاد التسويق الأمريكي ينشأ أداء أنشطة العمل التي توجه تدفق البضائع والخدمات من المنتج البروجيكتور الى المستهلك الكونسوماتور فينال اما لوتيليزاتور. كيفاش النج هي انشطه يعني انوجه تدفق البضائع سي البروجيكتور اتنبدا غير الكونسوماتور فينال. الاي ام ا تعرف التسويق ناجح هو عمليه تخطيط وتنفيذ مفهوم الافكار والسلع والخدمات وتسعيرها، اسجل قلي طريف وترويجها. صح شتي غرس الطريف ذا وحدي، غرس البرودوي ممتاز نصح ولا ديك الميس للسيشت واش تجي لا بروموسيون، وتوزيعها تدير سا ديستريبيسيون لايجاد عمليات تبادل ترضي. لاحظ كل اهداف التسويق هو رضا العميل، هو رضا الزبون، لا ساتيسفاكسيون دي كليون. سببت الكليون الا ساتيسفي ربح البيع. نوض صح ولي يعني بعض التعريفات للتسويق. الدرس يبارو يقول السؤال التسويق في رايكم يتاخد بعد تكريه البرودوي اما قبل ما يكون البرودوي، قبل اصلا من نخدم البرودوي؟ بغيت تراينوها المتعارف عليه بعد سجل ممكن المتعارف عليه بعد يعني من البرودوي شايل غير ونجهاز وداني بترجع باش اتروج اتسوق. يا جماعة التسويق يمارو يدولد خلاص يعطوني بكري التوغ يمارو يدولد بتا يتحتاج الكليون باش نشين اسجغ البرودوي ادابتي للسيرفيس نتا. ترومار كيما توت مثلا شي ممكن تسولف في لامابلومون تو نقول فضلات نريدو ديس مثلا 50 يار ما شاديني جو دي نيمبورت كوا 100 يار ومن بعد توجد الكليون ما سماش ياك يقرا شي سيرتو مثلا ديتاي وسي يخدم الكرو اجي على لو كم درتوها مثلا تاع 20 يار باش كنقصوا مثلا فيها ستريدوات يجي قد دا اللي ما معناش. دا يلاحظ يعني الاصل التسويق الدياس قبل ما اصلا التسويق للطرق الدواغ الشواله. الاصل باش ادي عادني تسويق اجي نقول حما كيتجي صونيار الا تدور شغل ممكن امريكان كندا السعوديه الامارات ماشي غير نو كانت تجي تسيا ودي 25 يار هامي على خاطر كانت يعني توني تساعد ديتاي سورتو كيدي لاغامو كلي كولور باش تسقيم ريال تاتاتي يعني رقب التسويق يتولد قبل اصلا ما يكون برودوي.
قال لا كولور لا طوندونس سكاسو تاجر الموف المارون، قال تيا نشينا التصويغ اد تجغلي كولور اد بازيغ في لي كولورو. يعني لاحظ يتعادى قبل الانتاج التسويق اللي يدول ديال المارون. ديك العلم اللي اصلا يبها نيل جونز يقرق الميول اكتشف ما يحتاجه العملاء ثم قم بتقديمه لهم. السم بتدوموندان توشي داس عنده يعني باختصار يعني التسويق اتوت الا قبل وجي بعد. صح التسويق ما موقعه من المجموعه. قاعد نسال انه في الاداره العامه دي اهم ادارات 4 ادارات في جميع الادارات في جميع الشركات في جميع القطاعات: اداره الانتاج، اداره الموارد البشريه ريسورس هيومان، اداره التسويق الماركتينغ دو فينانس. صح بكري توغ قال الموقع الماركتينغ انتهى ان الادارات الاخرى كيف يقارن باللي ماركتينغ از ان ايكوال فانكشن، يعني انت يعني لا فونكسيون ايغال بارابور لضدنا. ومن بعد زوان وجار الناس لاش الناس مستحيل ان تجي الماركتينغ يعني 25% انا ضدنا الناس يسوس وجار 33% اتبيو كل الماركتينغ هامي على خاطر غير سجن التاثير على الادارات الاخرى. يعني بات نعول ان يعني الماليه يعني غرس تداخل مع الماركتينغ، الموارد البشريه غرس تداخل مع الماركتينغ، الانتاج غرس تداخل مع الماركتينغ. ومن بعد زوان الى ننشلاش حماك الماركتينغ انت تصح انت تنجماس دلاكس خاطر كاع الادارات الاخرى تدور على حساب الماركتينغ. يا ربي نسخيلت وديك عرضت اقل ما يقال عنها انها دبلوماسية عشاء ملوكي، اين ضبط كل الامور يعني كلش مضبوط على قناه. ومن بعد او العشاء الملوكي ولطوا عرضيت ولا دقن كيفاش تعاد حفلته كيفاش دي عاد عرضته هل انني تعقب هايل دا وحدي شخص المعنى ولاد التسويق توت الى قنشرة قرنس امس العميل بتقال حكايته الزبوننا الكليوننا الا ولي راضي الا ولي التوضص يعني التسويق ما عندهاش معنى كاع. يعني اخر ما توصل اليه من بين الذين اكدوا هذه النظريه عند فيليب كوتلر كبيرهم الذي علمهم التسويق، الاب الروحي للتسويق. إنا باللي حمل لك الكاستمر الكونسوماتور فينال يلمس الزبون يلمس كل العمليات الاداريه الاخرى تدور عليه. الانتاج لازم تجد سولون لي بيزوان الكليون. الموارد البشريه حمل لك كيناش توظف الموظفين الا انت ولا من لا كليونتالت. الماليه لازم تسرسد البيدجي الا ان ينص عليه قسم التسويق. بالتالي اصبح الزبون هو الاساس وكل العمل وما يدور عليه هو الماركتينغ، وكل ما يدور يعني اذا شغل ضدنا الا دور نفس شغل ضدنا الا يعني الادارات الاخرى برك بدين غموني. لا تعتقدوا رجاء ان التسويق هو حل لجميع الامور. لا خاطئ. على السريع نحاول يعني هذا موقع التسويق في المؤسسه بشكل عام. في رايكم يعني التسويق من يدياس مثلا نريدني التسويق قبل التسويق هل نديس عمليات اخرى الا انت مهمه قبل ما يكون التسويق بتضرينا. اما يلا بعباره اخرى كيفاش انقذ شركتي، كيفاش انني شركت وياك تعيفنتونيو، كيفاش انني مدرستو تعيف مدرستو، كيفاش انني لوزين اني يفلوزينو. من بين المعايير اللي انا تنقص عند القوة التسويق ياك موجي تحل الامور خلاف عند متى يعطيك الصحة. الخدمات سيرفيس زيد الخدمة الجودة يعطيك الصحة
سيرفيس، لا نقول الكواليتي، الجوده. كمل. الثقه، كمل. الانتاج، صح. التاريخ. الموارد البشريه باين ياك موجي، صح. الهيومن ريسورس. كمل. احسنت. راس المال، يعطيك الصحه. المال، الريال، فينانس. احسنت، يعطيك الصحه. تموقع، مال يوسف، المقر من سمايات. كمل. اللي يقدر يوسد لا فاصاد، اللي يقدر يوسد. كمل. صح. على السريع باش نحاولوا بسيطه ما علت. لانديس 13 عنصر ياك. ارقى مش من سن 1 4 5 2 1. ديك لا تاكتيك دو جو نقل ماتش تبين. اند ان 4 5 2 1. واحد ياك ان بلانيفيكاسيون، يعني التخطيط، يعني لا فيزيون. ما يتخذ التوضل وكنصدق وكان لاجي سوا نخطط وياك لاش خطه ونرقب لك شقنا في لاراج، ولا نرقب لك شقه في التسويق، واللي تهمي كاع. ثم يديش رقم واحد انت دي مهم. ثم ناس التخطيط، من دون تخطيط ما يصلح حتى حاجه. الموارد البشريه التخطيط التوجيه، التسويق بالتخطيط، المال بالتخطيط، كلش بالتخطيط. ومنين نسميه رقم واحد. لان ربعا اللي بيلي مش من سنت اركان البيزنس، يعني ياك دي بيلي ربعا الامورات ياك دي بيلي لاي شركه. واحد مدارش. 2 القياده، ليدرشيب. خاطر ياك ود العرش وتويد الدل، اين القياده الحكيمه الواعيه الرشيده وتزوق البعيد. لو سيستم، النظام. وكان لا يجيش النظام، وكان اي مبنى لا يجيش البيلي مثل النظام غادي يزور. اخيرا المنهجيه، لا ميثود، ما لا ميثودولوجي. عندي منهج الثاني غير 5 سنين هذا بدي غباتنا، بعداس هذا جو ديبو قسنطينه، بعداس هذا الزوير الى الاونلاين، ومن بعد هذا لا بروجيكسيون، ومن بعد يعني بدات المنهجيه كذا نهارت 4 وياك انتهت لي بيلي لاي عمل لاي بيزنس. داني 4 مش نسن اركان البيزنس. انظر 5 الى اركان المنافسه. بتتحلي بون 5 وياك، بتتحلي بون 5 اللي غيمتني غمارو، ولا اي ديناصور يقف امامكم، ولا اي منافس ادي يسمعهم ويتنجم لا كونكورونس وتنجم معهم. بتتحلي دي 5 الامورات لاي بيزنس، لاي بيزنس كسوانا تجاري، صناعي، خدمات، افكار، مدرسه، ماشي خصم. صح. 5 رقم 1 الى غير قبل شي ضروريه، التسويق. بتتخذ انت تياك الكونكورون يلحق ياك، يلزم تطلع التسويق. 2 الجوده. 3 الخدمه. 4 الابداع. الجوده، الخدمه، الابداع، التسويق، التدريب، لا فورماسيون. عنده 5 الامور. بتوسي تفورمي شتي دي مانتش، وليك تفورمي دي بيرسونالتش، وليك تدز سكون الحيط. بتلك التحلوت لك تزنوزود خدامتو لك تسلم الداس، وليك تقرداس اسمتين ضام ركب نشي مثل معايا يلا همو زنزيد سنيد كيفاه لك تفورمي لك التنفيذ يدغس تزيد اديج لي فورماسيون وتليد في حدود المنافسه. بتلك غير ابداع ديما والتكريد ديما تقيم امن ستابل وتزوق البعيد. إلا ديس منافسين يا ربي غير 3 أيام أماس المارشي إلى الأشياجر اشتغلت 1930 لك الدنيباتنا. الخدمة للسيرفيس إلا كتشت قادرة تبيد لك شي تحلوت مالغري ممكن الريال استغلاء على جال السيرفيس إلا تفق تغرس. الجودة لا كاليتي السيرفيس ولا كاليتي السلعات إلى التشييد. التسويق بتحتاج كأمور تسويقية. 2 جود 5. 2 تسمى لي انفراستركتور عند المال الريال المقر. 1 عند المبادئ والأخلاق. كاع الحكاية ودخ رقب الآن داني التخطيط مهم جدا. المبادئ والأخلاق مهمة جدا الآن داني، على خاطر من دون مبادئ وأخلاق
لقيت بتنا كتساتا في الدور وضحرة مما سنة الحيط أكل تسويق القيادة المشغبتة كتساتا في أدريم وجد حلال ما سنة تجارتش الناس أبابا المال الحرام يدوم المال الحلال يدوم الناس المال الحلال ما يدومش الناس المال الحرام الناس المال الحرام ما يدوم لا به لا ماليه سمعت ولا يعني بتقال حكايتون المبادئ والاخلاق بتلاش دونك ليش خرج معنا كاع بتنا كنحكى سو من يعانوا يستخدموا من اولو يعني التسويق ياك ديك البينيون من بين بليزيور بينيون يسحرش الموتور لشركتنا اوكل لا نعتقد انه ديك العصا سحريه بتنجو مارو بلو ماركتينغ مزوان الاونلاين خلاص كاع المشاكل توتست برك يعني اريد ان اشير الى هذه الاشاره ادخل الى الموضوع لماذا التحول نحو التحول الرقمي هامي هذا 5 أسباب لضرورة أن نتحول إلى الأونلاين 5 الأمورات يلزم أجمع وسيلة غير سيت انترنت وسيلة غير لي ريزو سوسيو باج فيسبوك باج انستغرام تيك توك لينكدين حمالك أدي سابق إلى أنه يتحول رقميا والدكم أن نقيم غير تحنوت أرزم أصلح الأوفلاين والدك ما توت أولا ليجدك الزبون توات إمارو ياك هذاك سبورتابل إلا يتخربش شتيك تجي داس لي كوموند الضواوات جاي الشغبة تجي سيمان كانك تسرج داس الانواع الالوان نتا ياك هادي عقب في ديسج ادرك بالكونكورون اما سبورتابل شتيناك لك يدينيوري كاع اللي عقب في ديسج واش يرقب كاع بالتالي يا جماعه اذا ولد الامور ياك لان اونلاين ما تقدرش اشياء انت ديالك يلزم تعد معك في الاونلاين ليجدك الزبون الناس اليوم تبحث عن الخدمات والمنتجات باستعمال الانترنت يقول صاحبي كيما غير سيني هذاك يقصد جو دي نيمبورت كو يقصد لي غون دي وحدين اني اي نسيت نتخي ثمو بتا تطبع الانترنت لو ديريكت الانترنت تطبع دي غون تطا هذه تكا يكتاري في راسو تطبع الانترنت يعني تقول ديمارو ياك الانترنت في الغالب نزقايص فاذا لم يكن لديك تواجد الكتروني مواقع وسائل التواصل الاجتماعي فلن يجدوك وشتيفن اذا السبب رقم 1 ليجدك الزبون 2 لتشكل الانطباع الاول باش تجد عين الانطباع الاول من الثابت اليوم انه الزبائن يشكلون انطباعهم الاول عن المنتجات والخدمات من خلال نظرتهم الاولى لوسائل التسويق الرقمي شغال نزوريك بتغرتش باج بتوش لاكارت فيزيتياك غادي ضل غير السيت انترنت غير لي باج غير لي ريزو سوسيو مغلاش يولد ديك نشريك يتقارن مع المنافسين لذلك يقارنون تقارن لاباج تاعك سلي باج لي كونكورون تقارن السيت انترنت اللي نغرتش سلي سيت لي كونكورون من حيث الجمال والسهوله والترتيب والاحترافيه وسهوله التواصل الى غير ذلك هاني خاطر مجرد انه لو سبحان الله بالعكس لو تلمو يبازاس الاونلاين يا شتيني لي فونطوني اتجاتني دو الطوب يسرى ساكت لي بوبليكاسيون دو الطوب سبحان الله مين زود التحلو تسياك يعني هذا هو التفصيل نتوقع هامي خاطر يبين بلي ديك نقراف هامي يسرى ساكت لا كاليتي دو الطوب معليش دوت قد قبل غام ياك ولا قبل إجن دو الطوب لاش غز ولا تواجد الكتروني لكن تعود قرا غرباز رحمه والدينهم آن الأوان يعني واللي هي عبارة عن ماذا بكم أتوت إلى الفرق جار مدو سي غادي ماذا بكم أتوت وكان نتحول إلى الرقمي إمارو لاش إمارو أماش الدبر ديقنو خدام ياك ضروري خدام أما ستحنوت حماك ضروري أدي على غرتش موقع ووسائل التواصل الاجتماعي تزيد لا ريشيرش أيضا ثالثا لتضيف الجديد يجب أن تعطي لجمهورك لزبائنك فائدة من الوصول إلى مواقعك الإلكترونية أما في الغالب معلومات عن المجال آخر تطورات العلم فيه يعني يكون غير أدرك بغ ضمبلمون بس خصايوش مثلا هامي التجار سمتو هامي لو سيستم لويس ساز هامي توجز طريقته هامي الريدو اللي عنده جديد طريقته دول ضموني هامي لاباج التجار توطى هذيك كل مرة تيجي نصائح عملية فعالة ونحوها التجاي أطاشي لاباج
يتجه اتاشي للبيزنس اللي كتخدم الديس، سيقدر ذلك جدا الزبون، وهكذا ستبني ثقة الجمهور فيك، وسيكررون طبعا زيارة مواقعك إذا كنت تضيف الجديد من المعلومات باستمرار. الشيء الرابع الذي هو مهم حتى نتحول رقميا لتعرف آراء الزبائن. يمكنك استعمال وسائل التواصل الاجتماعي يعني باش تسلد الرأي من الزبائن، ويجي قال انت سنقرنا شماس نتحنوت بصح يمكنك تجد لاباج فيسبوك غصب التشارين غصب التاج كومونتار. اكثر من ذلك قد تستعمل الاراء الايجابيه بانها شهاده لك. إجنس غستيجي نطمطتني كتر خيركم وبارك الله فيكم، كانت معاملة رائعة جدا، تتوسيمي ميجن سيرفيس دا وحدي أما صغير فهم لاكليمونات يعطيكم الصحة أما لاباراي ومغمى بالنسبة لكان كريم. كما يمكن تعليقها في كل مكان في مكان العمل حتى يتحفز الموظفين. أما الانطباعات السلبية بالعكس مارو فهي أكثر فائدة، لأنها ستساعدك على طبعا تطوير العمل، كما أنها المؤشر على حجم عدم الرضا إلا الزبائن الغش. توات كل زبون يخبرك بعدم رضاه الجيس أشي صباح وراءه 13 زبون غير راضي لكنه لا يخبرك. من لازوا الكونكيرون بالتأكيد يساعد صفحة شاب اسلا دفرس ياك الإحصائيات قرموني السن قبل سياك مغدفرس 13 واللي راضين ياك برك والنجم ناشينين برك مباشرة خير الكونكيرون. كما يمكن استعمال طبعا هذه المواقع لاستطلاع آراء الجمهور في احتياجاتهم واختبار رأيهم من منتج جديد ممكن قبل إطلاقه. واش رايكم يا جماعه في هذا البروجي هذا وغيرها من المعلومات الهامه والميسر يعني لك الحصول عليها من دون تكلفه ومن مواقعك بلا ما تحرسل بلا ما تدقشها تجيك السونداج ميدل انت فعلا عجبني البروجي ما عجبنيش شحال الى غير ذلك. خامسا للبيع نزوى الاونلاين الاوفلاين اتوات باش نكمل نزنس وجار من خلال المواقع الإلكترونية بشكل مباشر أو بخدمة التوصيل ببطاقة السعر المنخفض يمكن استعمالها عند زيارتهم لمحلك. ستجد أن البيع بالإنترنت مصدر دخل إضافي التحرمديس أمكن الغجار حمك اللواسي يصلح تماما الأوفلاين يزوى توتالمون للأونلاين. يعني برك الحق تعوج ديك الفيديو او مش عينه لبعض الشباب نجحن في الاي كوميرس ياك نجحن يعني الارباح اتوت خياليه. يعني هو سيدي تبين باللي يربح عن طريق رسم الريدو وتصلح الريدو متزود للاونلاين كتبيت خضره هانو الاستعمال استقبل بين ليغ كما حدث للكثيرين. يعني ليست مبالغه نمشي لك التويغهم بارقام والله يا جماعه مؤخرا الناس ممكن يكتشهر اتصال مباشر نتسلى نمشي لكم نتسلى سيدن يساور يعني كاع المجموعه دي قارسن باللي ما حبيتش نبالغ عليكم زوجت بها ودرت طوموبيل عقلا شي صاحبك نبدا نحسباش يبدا قاري طوموبيل الناس وليس اي علامه انما علامه المانيه بدي صاحبي كنا سوقي ديك بولو نبدا نحسبها شتواتي كذا لابد ان تكونفيرتا اول نرقاتي قريب 700 800 مليون المينيموم والعقل وقيل اكثر 4 شهور. يعني فعلا ارقام خياليه شراء لافونتاج ياك توت لكن معامله مع 40 مليون مستهلك ولك تستعمل ديك الكارت تفاني الرود باتنا يعني مخيره دي سنياك كاع التريطوار باتنا تساجد حلوت تشين ديك فريمون ديك التمر ياك معروفه تمارو كتعامل ديالك مع الجيري اوكل وخاصه مع شركات التوصيل الى انتمارو اكلي ترانسبورتور تستوعب انت يسلك غير سلسس. يعني توت يلزم من هذه الامور اصوغ على السريع من هو زبونك. نعم من هو زبونك بصح برك قصة لما نتحول الى الاونلاين ونقرب اللي لازم نستهدف كاع يلزم تعد شريحه المستهدفين دازم. هادو شو بعض النصائح على السريع يا جماعه ابتعدوا عن الزحمه خطاياهم وصل بعض المجالات المتشبعه
المزدحمة بالبضائع الرخيصة. ثانيا لا تجعل التميز هو السعر الأرخص. إلا وسيس مونكس البري وليس تميز، غالبا هي سياسة سيئة. إنما ركز على الجودة، السيرفيس، طريقة لا بريزونطاسيون. ثالثا خفض تكاليفك وليس خفض أسعارك، هو مصدر الربح. الزبون الراضي، أجماعة نعمل على الزبون الراضي بتيقني راضى مغبتك تراضى تفرغ السبلي ستاس يبوس الوري أجتوي عدة زبائن وراءها. أعلى، إذا كان سعرك أعلى من السوق فزبائنك طبعا سيتوقعون جودة أعلى، فاحرص على تقديمها، وإلا فاجعل أسعارك منافسة. الإضافات الصغيرة، أضف أمور صغيرة لخدمة الزبائن، هذه الأمور ستعني لهم الكثير. قادر هيك تستخدم بول الحلاوي ما شوكولا بشي لاباس بها، أو السيرفيس اللي تتبين جدا بزاف، ممكن حبة نشيكولا تساك دينار مقا دينار باتا تزيد تسوغلب مش ستعني للزبون الكثير. الكسني لا تهلن ربما الحمل جدود نغيلن توغ دقنشرا غير تفتح له تشكر مش الكسلاتي ونرقب خصديك إضافة كبيرة الآن تدرس في كبريات الجامعات. لجدود النغ صافي ديزاني توغ تجنت بار ديفو إنا جو مصاب كوميرسون بار ديفو زغلك لقل سيرفيس ناي وستخدم تسبيدو مصاب وشني اختاجر. الحمد لله يا ربي بور لا بروميير فوا نشوف نصابي ماشي تاجر، ناس مالغري هكذا اللي تاجر، ناس تمشي في الدم، ناس ساعات اللي في الكوميرس. الزبائن الهامون السنت باللي وجهوا كليونت هامين، البعض من الزبائن برك هامين. 20% من الزبائن هم مصدر 80% من الإيرادات. 20% سي كليون اثنين 80% شيفر دافير. اسكو تسنتن مغلاش راهي ياك إيقن تحلوتيك ولي ترتيب من الزبائن. الزبون ديال سياك ولتي تهمي اسكو هام ولتي تهمي قادر تخسر ياك، في حين انه نتا ديك السبب اللي انت جالس خميريت. فبالتالي بها تكون الصنغ من هم الزبائن، و4% من زبائنك هم مصدر 60% من إيراداتك. إذا عرفتهم لابد أن تبني معهم علاقة تسويقية قوية. صح الترويج الإلكتروني أذكره، هذا يكون غير موقع، هذا يكون غير جوجل ادوردز عند تمرض ترتيبا في محركات البحث. وكانت كلبغ مثلا امبلومون ياك ريدو تفوت السيده مزوار وتفوت فايت 7 وتفوت دازمات سيجور جوجل لاباج تاع مزوار فايت تم على شرفه ونلقى نصرف على الترتيب. ثالثا السوشيال ميديا، هذا يكون غير باج فيسبوك، انستغرام، تيك توك، لينكدين، تويتر. رابعا فري اب تاع غير لابليكاسيون مجانيه للمنتجات والخدمات. خامسا كيو ار كود، إما مشابهة مع كيو ار كود. على فكره يقنعيني وشيد محاضره باش احفظ اسيني ولاد حيت بيد البورتابلت نسخاو الكودو اتعذرت اني عرض خداني وكل دي عذرت بي دي اف. يعني ارقب التحول الرقمي توت الا ما نيوض تونيو وسيني محاضرات ديال حما كان يصور تونيو ادي بيد بون الكيو ار كود اسمها عذرت ليكتور كيو ار كود ولاد حيت تفهم مباشره بي دي اف غير ما انستالي وكلش. البلوغ توفير خدمة الانترنت في المحل. سابعا مدونة لتحديث الاخبار عنك وعن عروضك. ثامنا ايميل نيوزليتر، هذه عاد غير نشرة الكترونية ليز اس ام اس يعني الرسائل النصية. 11 ايميل توزيع الحملات الاعلانية عن طريق البريد الالكتروني. اخيرا سي اي او سيرش انجين اوبتيميزيشن عند تفعيل البحث الالكتروني لرفع الترتيب باش غير هذيك البنيه غير دارين مثلا مطبعه مغادرين كان كايرين مغادرين باتنا اتفرض شي دمزور الى انا شي خير يا دمزور يا فيتسن يا فيتاتا. يعطيكم الصحه، شكرا على يعني الانصات والانتباه. يلا زديغ هادو شغ معليش هادو شغ قبل ما تصبغ الى نصائح لتصميم الوسائل. هادو شغ طرفه تسويقيه. روم ليكيب البالون دان ياك باتنا فرقان بسماس فرقان هاد الطلبه غروم كتلكيه لي زيتيديون واش بور لانستون باش
المهم مش يقصد هنا الا معليش صرا يقل الماتش جار الطلبه انفرض لهم ليكيب جار الطلبه ليكيب نتمجيدا الفرقان نباتنا مثلا تنيتلاوني ليكيب نباتنا تفرق الطلبه 6-0 تربحت 6-0 الطلبه تجن يعني الدعايه نسن يعني سلاسل التقارير الرسم ورين يعني او الاعلان يقال ان فريق الفرقان في باتنا لعب مباراة كرة قدم ضد فريق قسم التسويق لطلبة باتنا ففاز عليه الاول فوزا ساحقا 6-0 ولان سياسة لجنة الطلبة غرس سياسة نشر اخبار الاقسام الداخلية كان على قسم التسويق للطلبة التحدث عن نتيجة المباراة يلزم الطفيشان المسن نوني فكان اعلانهم كالاتي: يسعد إدارة التسويق للجنة الطلبة الإعلان عن انتهاء الموسم 2023 لمباريات كرة القدم بين أقسام الجمعية بحلول فريق قسم التسويق للطلبة الجامعيين الثاني في الترتيب العام وبخسارة مباراة واحدة فقط. من جهة أخرى أنهى فريق الفرقان لكرة القدم الموسم كله ولم يفز سوى في مباراة واحدة فقط. في رأيك هل هو كذب أم لوي حقائق؟ طبعا بداية أوضح أن هذه القصة غير حقيقية بل من وحي الخيال والغرض منها ضرب المثال على طبيعة التسويق في بعض الأحيان والمواقف. فريق قسم التسويق للجنة الطلبة لم يكذب كذبة واحدة ولسرس كل ما ذكره هو يعني صحيح ولم ترد معلومة واحدة خاطئة أو كاذبة في بيانه إنما الأمر هو في طريقة ترتيب الحقائق وعرضها بشكل يدفع القارئ للظن في شيء غير الحقيقة. فقط لا تفهموا كلامي على أني أشجع هذه الطريقة أو أؤيدها بل هي وسيلة لشرح بعض تطبيقات التسويق في الحياة. يعني خصهم مشنا البعض من التسويق في الحياة كيفاش تصرى التي يجب أن ننتبه إليها اللي هو شيء يصغى ومعنى يصغيها كاتفاق باللي هو ضحية لتسويق معين. فالتسويق في النهاية هو صراع بين أفراد على عقلية المشتري. ممكن في وقت آخر نسولف فيه نصائح لتصميم الوسائل التسويق الإلكتروني. ممكن في الأسئلة أتنوش بتلاش نكمل أتنعزم هذا عشان برك أما غشيت كسؤال ممكن نطورها أكثر. تفضل. بارك الله فيكم أستاذنا على هذه المحاضرة القيمة أثريت وأبدعت في الإلقاء بارك الله فيك. كما أفردت في النهاية أن التسويق هو في النهاية هو مباراة من أجل عقلية المشتري أن توضح في هذه صراع بين أفراد على عقلية المشتري. بارك الله فيك. الأستاذ وضح في هذه المحاضرة ضرورة التسويق وحتمية نشر الوعي بهذه الجزئية في خصوصا في هذا العصر. بارك الله فيكم أستاذنا مجددا. نحيل الكلمة إلى حضورنا الكريم لإثراء هذا الدرس فمن لديه سؤال أو إثراء أو تعقيب أو تعليق فليتفضل به مشكورا مأجورا. كما ننوه لاستقبال الأسئلة الكتابية. معلش فتح مجال الأسئلة وممكن بدون سؤال يتوطرح في الكواليس. ما علاقة التسويق الإلكتروني بالتجارة الإلكترونية e-commerce؟ انت التسويق الإلكتروني التجارة الإلكترونية التجارة الإلكترونية أعم من التسويق الإلكتروني. يعني تبديد بتسويق إلكتروني لا غيرش متجر دكان مصنع مدرسة جمعية أي حاجة تبديد تجدس يعني هناك تواجد رقمي يعني كتقلب غفص الانترنت التافه. دايور يعطيكم الصحة الطلبة اللوغو بيختلف صفحتهم استمتعت في صفحتكم وشرقوا غربا وشرقا وبيغرق بغدي فيديو يعطيكم الصحة. يعني على فكرة لكن تخدمي قنو خدام يبها آمت داير بيغد اللوغو نوني والسيس يعني رقب التواجد مجرد وريغ الطلبة الفرقان باتنا فغنين يعطيهم الصحة دي مزوار. فتحية للجنة الإعلام التي لم تخسر 6-0 وبل ربحت كل جمهور باتنا. شرح له اديني باللي يلزم هذا بدي التسويق يعني التسويق الالكتروني اي على الاقل غير التواجد في الالكتروني ومن بعد ولما لا هذا بدي غنشي لي بروجويك التسويق الى التجاره الالكترونيه. يعني لي بروجويك اتنسيلغ الى متجر الكتروني
يعني أدنسمغ أضلغ غرتش يا إما موقع يا إما صفحة محترمة ديس دي فيديو ديس دي كولار ديس يعني بتتويد التجديد ديس بعض المقالات الرائعة اللي تنور ذي إلى غير ذلك. عنده التجارة الإلكترونية هي أوسع من التسويق الإلكتروني. يا ربي برك تجيك الفلاش ده بالزمن أرزمان قص أتصلحها. لا أقصد التسويق الإلكتروني بالتسويق الشبكي، حمل لك خطاطهم، حمل لك تولي هذا التوضيم، تولي هذا توزبه اللحام، لكن سوى التسويق الإلكتروني ياك كل ما هو حلال في التسويق العادي هو حلال في التسويق الإلكتروني، كل ما هو حلال في التجارة العادية هو حلال في التجارة الإلكترونية. وفهمت على أني أدعو إلى التسويق الشبكي أما الهرمي أما الخروط يوقع حماك رباط يحفظ حتى الدكتور حمدي لن من بين لجنة لن يجون في يعني في المركز التميز لن أتمصاب النغ خلاص بين باللي يعني محرم، حتى المجامع الفقهية يعني الكبيرة حرمت هذه الأمور. فبالتالي وين فهمت باللي مجرد هذه التسويق الإلكتروني هذه تخلط جراو مع التسويق الشبكي خاطي كاع شغل واضح. تسويق الشبكي التسويق الإلكتروني نقصد به أنه يعني غير تواجد وحضور إلكتروني. التجارة الإلكترونية يعني هذا فوق المتجر دويت سوزود على الويب، عنده نقصد التحول الرقمي عنده. بارك الله فيكم أستاذنا، نسعد باستقبال إثراءاتكم وأسئلتكم. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أعتذر عن رداءة الصوت خارج عن نطاقنا. حقيقة نشكر المحاضر، كان في القمة. بديت تسكن إلى شوي توفيق، حق كان في القمة. موضوع رائع وموضوع جميل وموضوع الساعة وموضوع الوقت رائع. يسير في التسويق في الحاضر الشيء غير برك ولات أنني باللي ولاد الجداد مكتوب كم في التسويق لكن بطريقتهم. من يجي الأول من هذا في التسويق جدودنا الشيخ أبو الإقدام. الشيخ أبو الإقدام كتب في جرائده، أول جريدة يتصدر في 1 أكتوبر 1926 أول موضوع اسمه من بين المواضيع يوري تجارتنا وتجارتهم، اسمه يتقارن تجارتنا والتسويق اثنين اسمه في 8 أعداد من العدد الأول إلى العدد الثامن. هنكلم في جرائده كلها 8 جرائد يوري 22 موضوع في الاقتصاد يلح ويسر على التسويق. سبحان الله. اسمه بطريقة ذلك الوقت تجارتنا وتجارتهم. كذلك تغن جديد تغن ديما ماشي شنا بطريقة ماشي شنا سي كوميرس با ديفو. يتو غادي يشمر السلعات يدو راس بيزنس سوق قريب القريب تشرب وخاصة نشتهر منهم هذوك عبد الله ابراهيم ابو العلا، ديك عيسان عبد صح تقول ديك عيسان عبد الله ابراهيم عندهم ياك ديك تفهمون الدوره من دشره الى دشره وحكى نوجد حتى البشار يتوض البشار من الشرق الى الغرب ما شاء الله استفاد يقيس وجور انه عالم في الانساب. اجعل كل منطقه ولا شالف توت مسيول كل المنطقه يحفظ الانساب نسن كاع. قاري حمو الله يرحمه قاري داس المعسكر التحنوت اسين استثماني اسين اسدي بكاع التفاصيل صريحه. الشيخ ابو الإقدام شيخ ديالي شجره المتواجده شجره العائله شجره العشيره استشاره برساله لا تغسل يد الله في جمعيه التراث استشاره يدولا في يسمى من تسويق يفرض ديك يشرب له. فبما انهم نجوا طريقه النسل ولا نمشي ملزمون في هذا الوقت لازم انطور ماشي لا الدكتور الاستاذ لازم انطور لازم النجوم مع الوقت يفرض ما نسمونه. نعم. المشكل نمشي مثلا شو مثال القراره جدا فاتنا في التسويق تنجابوا لي دقل يعني نص حوالي 5-6 دقائق اطلب اي حاجه في الانترنت جديد الغروم اجي يصمت الغروم ولا كيما دير نوصل الا واش يرسم البيرو يجوا البيرو الا واش يخدم شي تغرس تدار عمار تنجم جدار اصنات برك سبات وغلط عشيرت يقول لي قاد الدكتور محمد صالح الهاديني الح على هذا الموضوع خاطر يقتدي اقتصاديا اجل الموظفين اجي اقتصاد الح على هذا الموضوع. اكيد شنشر لنا شنشر ان شاء الله غير ندوت باتنا ان شاء الله غادي يجوا رامون لذلك يقنشر ضروري واكيد في هذا الوقت
الظاهر ودي شي كنشرى لا شري بغيت تكمل شربه وما يعطيك الصحة بارك الله فيك. بارك الله فيك على هذا الإثراء. هل من سلبيات التسويق الإلكتروني أن يكون فضح لأفكار إنتاجية وسلع الشركة؟ هل يوجد حل؟ مليح. يعني إلا هو شيء يقارب للتسويق الإلكتروني ديك النوع الفضح لأفكار يعني سلع الشركة، وكأنه يوديك تسلعت مقطوعة نادرة وجسمها بات تجي غير التسويق الإلكتروني زعما أتوضحها يبان نفغته ونقوقعته ونرقب المجال على أنه غير تملكه ديك النشرة وكأنه ود الكنز. تنمير كما اللي يقول السلعة تاعك كيما ثلاث ضبع السلعة يعني اللعب على المكشوف، بل بالعكس روحي انت سيمارو لي كوميرسون ياك اش نحماك مام لي برياك مفضوحين باينه وني ماشي تاويد ونش يعني تولي الكوميرس ياك وجا بكري حلو ياك بكري تستحفي درسات تاعك ويتسم الفورنيسور وتسم دماء اسمها التاويد ايمارو تيكطاج لومبالاج السلعه تاش ديك النيمارو تليفون سما يقرا سميد نكاع وكل كيرداني يعني تجارت بكري الى اللي تقرض غير يكنشرا المومو والسنيمان والقار سميتي ويد ديالك ايمارو ولا سي بلي ارمود ايمارو غير غادي طبق الانترنت اجيب بيه كلش سلعتي لا توتف خصها توتف ديالها وسوا يعني بالتالي وسلبيات التسويق الالكتروني اللي تبين بلي تلفظ حياه شرق بغت بالعكس اما ديك اتفديس ترقب تبتد لا ديفيرونس شيفر دافير مسكاسني برك تريد الخبر برك غير يكنشر تبات قبل شيفر دافير ميمال بدا تسمى الاونلاين وشيت فقط 90% وكل 10% للنوم بدا تين بغرضها. بارك الله فيك. سؤال آخر، ما الفرق بين البيع والتسويق والإعلان؟ يبقى بدا الفرق بين البيع والتسويق والإعلان ممكن غير الترويج. تسويق ياك التسويق ديك نشرح شامل غير يقول لي بروجوي اسندغ عملية تسويقية. العملية التسويقية هي دراسة الزبائن ودراسة المنافسين ودراسة المنتج بحد ذاته ووضع التسعير وكيفية التوزيع ونقال كل ما يتعلق بالتسويق. دي 13 خطوة. انت شفت في دورات تدريبية كومو إلابوري ان بلان ماركتينغ دي 13 خطوة كيفاش تقدر كاع تجد ان بلان ماركتينغ مخطط تسويقي وأكبر أوسع. أما التسويق دي شاق الناس الإعلان دي شاق الناس من نوض الترويج من نوض في فترة الترويج ربما المرحلة السادسة أنسيو شاق الناس الترويج لا بروموسيون يعني بعد ما تجي كاع درس المنافسين درس المارشيت درس الكليون درس دينينو أنسيو شاق الناس كيف أعلن كيف أروج بتجد الإعلانات باش أخيرا يعودون كاع باش تجر لوبيراسيون دو فونت باش أقدا تسنزغ أجر عملية البيع. بالتالي التسويق أعلى أكبر ومن بعد دياس الإعلان هو من ضمن العملية الترويجية عند الإشهار ومن بعد أقدا عند عملية البيع إلا تسنزغ ديس البرودوي للكونسوماتور. سؤال آخر، هل هناك طريقة خاصة للإجابة على تساؤلات الزبائن في السوشيال ميديا؟ نعم لدينا طريقة خاصة لقضية الإجابة في السوشيال ميديا يعني فعلا يقل علم متقدم جدا أصبح أكثر من ذلك أصبح يقل علم قناص النيوروسيونس علم أعصاب علم نفس الأعصاب درسنا كيفاش بنادم أدي بلا ديسيسيون باش يعني لاشا درسن بنادم بتسمج باش غادي تجي لوبيراسيون غادي ادب بها خاطر غادي سمشتري لغر تفتحنو تاعك السيله من بين مراحل الاربعه الى عمري ولي الطلب تم جاروت خاطر هذيك يقشقرس الحاجه الرغبه التفضيل اقدا ادير الطلب اعطيني منا 4 مترات بتوسد مباشره يوتف الناس وشي 4 مترات السني عقبياس الحاجه ضروري الى اديسه يعقبيا في التفضيل في الرغبه ماذا بيا وكان دبيغ لا كولورو وإف لا كولورو ومن بعد يجوا التفضيل يزوايا الكونكورون يزوايا ومن بعد يساجي شتين اخيرا شريح مالك اعطيني من هذا الموصف. طريقه الاجابه طريقه خاصه يعني طريقه تكون عاده ابريجي مختصره موجزه يعني التشي دائما متعلق ومرتبط بذلك الموقع او تلك الصفحه. تدخل استاذ تفضل.
استاذ توفيق سلمان معصبان. فتحت استاذ توفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. حق أضم صوتي الأخ مصطفى بالقاسم، يعني الأستاذ حسن بن عفاري قزول بلاء حسنا في هذا الموضوع في التسويق. أنت لبحر المواضيع وغير شو ما تستغل أنت روحي. كنت تجيب الخميس جماعتك الدورة الجمعة أغالي، الله يبارك يا أستاذ. نتمكن في المواضيع وبقوة، الله يبارك. الحق نشي تساؤلاتك من الناحيه القانونيه بطريقه القانون الجزائري في التجاره الالكترونيه. هكذا تكون غمض يسقي القانون الحكم ديالو مستقل. خاطر يسال بها مهوله اكتب على الانستغرام نبدا من الزيرو ولا غاسم الملايير نخدم توغي الجزائر ونعاش تركيا عاش الدول الاوروبيه المهم ننتج دورات الملايير عاش الجزائر عاش مدينات كاع اللي كنت في الانستغرام سيت انستغرام خاطر يسال الحوايج وغلط. شي تساؤلاتك يعني ماشي شي تقام ديما التخطيط ديس قوة نقاط القوة عزيز التهديدات مشات تولي باتت التهديدات التجارة الإلكترونية سيرتو من أهم التهديدات البايمون. خاطر الجزائر ديالنا سيستم كلاسيك يعني استشهد ممكن تزنت مع شركة لا كاين مستسقنتيني يديروا لا تجيس المشاكل بالسيف تخلي المشكله البرودوي ساعات تقول البرودوي شي يدير الترويج يجيبها بصح ديال الفاس انت تبت انا قال لك باك الكوستيم ماشي تبع انا سيني ديري تقدر الناس تاع الناس تاعك كاين شغل انت قاد انت بصح ثم طبق نص واليوم نعاد مشينا البرودوي سادي عدم مني تولي قلت تخليك ان شاء الله حق نمشي التسويق اسيبلا الكليون تعاد شي جروسيست تكلي برودويتش جاس لي كليون ديتاي تحفظ مش عاد جوابت مش عاد تميتريزي يعني لا مش قامش تميتريزي دا سيبان لي كليون يتبياش ماشي الناس الجودك يتبيا سوقك باش فيتني دا ستان كليون بالك ايكراك ولا كاع والتخديد دا مشتايت هاي الفئه تشيبيت اسكو لك الطريقه تونيد شي سيتو خصني من الجهه القانونيه بالتالي القانون الجزائر في التجاره الالكترونيه اسكو لا سيكنا سماسك الحمايه القانونيه حد باش كتغسل البرودوي نغيني سمي نغيني ندات تخيل شي تواجه التجاره الالكترونيه عند لا بريبا لا حد خدمه من انستغرام ماشي لي برودوي سما عندما تجاره ترويج البرودوي شنو لا كونتينيتي البرودوي سما قادر البرودوي سنسو ولا دي صد البرودوي بلا سما توقع في الاشكالات وغلب انتوني بالتوفيق ان شاء الله. هذا شكر للطلبه على هذا يعني هذا التظاهر الثقافي وخاصه في هذه المواضيع يعني يأسفني جدا في الحضور متوسط النقير ناقص خلاص. خلاص بالتوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك استاذ توفيق يعطيك الصحه. هذا اللي يخص الجهه القانونيه الحق ربط حكيت جميع بعض الاسئله النقي ما لا شك لك المحاضره خلف بالكم قدي الحق ادحال هذا يكون سريع. الجهه القانونيه يعني امارو يسوفي التجديد الكود الانترنت اسمها تعد ريجستر كوميرس تعد غير التجاره الالكترونيه بل بالعكس يتوغ الى زمن غير وني تغرش لا قانون لا كود لا اصلا يعني تجاره الكترونيه هامي بحكم انه المشكل النغ ديرت الاي بايمنت يعني شغرنا لو بايمون الكترونيك للاسف يعني والله ريني للاسف الجزائر دير كان معاني من الدفع الالكتروني يمارو الحمد لله بس شركات التوصيل تجوا ونحلوا بتتج شركه التوصيل بتتج اشتريت شركه التوصيل سير بروزويك اتفرس شركه التوصيل وتطف الريال التاويت للكليون السوس الريال الثانيه سي بون يطف البرودوي اتعاود توشيت عندوني برك اللي نتجا اتجغ لا كونفيونس اتجغ لا كونفيونس ونيو. نعم ايه نعم انت الاصل مثلا الا وسي مثلا ماشينا الكوستيم يا اش تصورني ياك وش تجيك نربر معاس ومن بعد تفد ديك الكوستيم بورك صمد بزاف مخدوم دا وحدي شي تركب التصويريت ديك الكوستيم دا زعلوك ديك البري داي داني ولا ديك شي حما سما اجيني خويا تركب لا فوتو تقنعد شتيس البرودويو تقنعد البريو يوزعت يقن شرات نجم تريكلامي
تنفهم تلقى سعيده ومن بعد يوجد ديك تورقت ديني غير صح خاطر ريكلاميد تصوري توجي كيف تقدر تصوري انت يكتبوا مني دو بريفيرونس نقارس باللي ازني المقاسات اري المقاسات تجي قشره تزات قال مثلا كوستيوم سرسي ستيلو سرسي ديك نشرا يقل مترا باش تقارن يعني قشره ريفيرونسيال باش تنجم غداويخ وني زعما ما تفلسفوش البروجوي باش يعني الكليون هذه بعين الاعتبار خاطر بكل شفافيه ياك ومصداقيه يعني اوجي ديك الثقه عمياء لا ندور نسمي نسخ بخاطي التجاره الالكترونيه تبدا في بداياتها يعني قادر مدا لله ان تفسد تجارته تفسد كاع مدا يطلقونها شينين حجاري والزقه فيه بيع الغرر فيه ما على باليش انا ما يبعثوا لك واش قاعد تشوف بصح الا هو سيدخ الا يجوري تقدقد اما شي تنات موسني خاطر كيف ان بيع التجاره الالكترونيه مع التجاره الواقعيه كيف يعني نفس الاحكام تقارن يعني الاحكام التي تنطبق على التجاره العاديه بتنشي سنسخ بيع الغرر شنو ديك البرودوي البورطابل اللي غسونيو ديس ايكات لارام كذا وكذا ومن بعد توفي ديك نشرا خلاف ديني ما توفي تسوي ديك بيع الغرر بالتالي يعني ديسك الاشكال التهديدات من بين التهديدات انه il viendra le jour ما يتعدي كلش اونلاين اتكومونديد اونلاين اجدس اونلاين سما فريمون تعد خاصه بتا سهلنا نغدولت البيمو الكترونيك والله للنكته فقط في دوله افريقيه وجوله اوروبيه النغمة مع الطوموبيل موني يجور ومن بعد يسلخ السوال ما وجي سونغلي ولا فرونسي يقارش ومن بعد فهمه ان بعد تبي ديك النيميرو وشاسك النيميرو ومن بعد سلخ تاتات ومن بعد وطيس ناس ربي معليش يسولها ناس بتات تجي مارو بين السمك هنا يسلك اخت وزنغاس سي بون هنا هو يقال شغل من الجزائر تونيو ناس حبك شغلنا بيمو الكترونيك عباكم يقيمي حال ركبنا نغشي الجزائر وكانه من اوروبا حتى لسنا من افريقيا نشني غاس البيمو الكترونيك شغلنا كاع يحار هنا بتتجي كيفاش الناس سنين تشكر بالريال لا يبطلوا غلام كيفاش حماك تصور غلام 2 ريال كيفاش جا لا غالب توني البيمو الكترونيك نديروا ان شاء الله رباط مسعود حققت شي عده نقاط بها يعطيك الصحه ان شاء الله ربما لفرص اخرى حتى وني تشي قضيه لا ريبتور الترويج ميلا انتاجات لوكال لابورتاسيون خاصه بتصلح لابورتاسيون حققت شي بعض نقاط مهمه جدا الوقت لا يتسع ربما الى فرص اخرى ان شاء الله يعطيك الصحه اخويا توفيق. فقط للتذكير أنه الجانب القانوني للتجارة الإلكترونية توجد هنالك محاضرة إن شاء الله يوم الخميس يزوي اسم مسلم فيها محاضرة بابا عمي فيها محاضرة في هذا الجانب ممتاز شرفنا بحضوركم لتعم الفائدة. نختم بالسؤال الأخير كيف تكون طريقة التسويق بالنسبة للذي ليس له فكرة بتاتا عن هذه الأشياء يعني نفهم ماشي يبدأ ماشي يبدأ غرس وسائل التواصل الاجتماعي أدي المت غرس دي فورماسيون أدي حضر غرس كتب أدي عزم أدي بدأ نشي المهم ياك ربنا رحمه وديهم كل قلنا يحضر أسو ياك ابدأ سيقشرة بسيط جدا والتكلفي ما انت ترقبد مباشرة أدي عاد غنشين بائع إلكتروني سوشا وحقق الملايين لاش ابدا سيقشرة بتا غرتش يقل بوتيك يتحنوت الجاس يكتلاباج فيسبوك ديك تا دوموند سامبل ديك نشرا وجي اختراع مكوك فضائياك حماك انا الشاء ابدا في اديك الصفحه اديت خاطر ياك اعلان يعني اليوتيوب ياك الذي ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التسويق الالكتروني يعني مارو كاع يبديش نغنشني بتا ونزول نلمت تك يوتيوب كيف انتقل الى التجاره الالكترونيه كيف اصمم صفحه جيده كيف اشوش خاطر ياك الحمد لله مارو العلم ياك لا عصر انفجار معلوماتي كبير جدا غير وسولي غيس برك يا جماعه قنشره اطلبه انه نتحول رقميا نبدا عاد كلاباج عاد بدي اتخمخ في لي سيت عاد تجر لي فوتو لي بروجويك محترمين اسيدي تمدرو تنسنياك الصاق يغيقن يخدم ياك اسينا غاسمع عندي دي بروجوي
انا عليا البرودوي نعطيك البري بصحتك، دير واش حبيت، دير لا مارش تاعك ومشي تتمجر وتعاقد. يعني ياك بصح ابدا ويقرب لي سلغ المحاضره وطيقتي سنن والجلسه والحيت. بارك الله فيك يا أستاذنا مجددا على هذا التقديم الذي أثريت فيه ووضحت فيه ضرورة الوعي بجزئية التسويق الإلكتروني خصوصا في هذا العصر الذي بات من الضروريات الحتمية. لا بأس بملخص عام عن هذه المحاضرة. المحاضرة كانت تحت عنوان التحول الرقمي لمنظماتنا وشركاتنا ومؤسساتنا من الأوفلاين إلى الأونلاين، التسويق الإلكتروني ضرورة. الأستاذ حاول بداية أن يحث على أن التسويق الإلكتروني بات ضرورة حتمية، حيث طرح بداية عدة إشكاليات فيما يخص التسويق بشكل عام، وهل فعلا ضرورة، ولماذا بات أكثر الجزئيات تعقيدا في الشركات حاليا. ثم عرج إلى نظرة حول تاريخ التسويق، أكد أن التسويق هو مصدر من مصادر زيادة الدخل وليس العكس. التسويق هو عملية تخطيط وتنفيذ مفهوم الأفكار والسلع والخدمات. ثم أعاد صياغة مفهوم أن التسويق إنما يكون قبل تحضير المنتج وليس بعده. ثم أكد أن موقع التسويق الإلكتروني يكون في مركز المنظومة المالية والإنتاج وتسيير الموارد البشرية، والزبون يكون في مركز هذه المنظومة ككل. ثم حاول توضيح جزئية التحول الرقمي من خلال عدة نقاط، من خلال أهمها تشكيل الانطباع الأول، إضافة الجديد، معرفة آراء الزبائن، البيع إلى آخره. نشكر فضيلة الأستاذ مجددا. لا بأس بسيرة ذاتية عن الأستاذ. هو الأستاذ حسان غزول بن عفاري، خريج كلية الهندسة جامعة منتوري قسنطينة، مهندس دولة في الإعلام الآلي، تخصص أنظمة المعلومات المتقدمة، سنة 2010 ماستر مهني مصغر ميني MBA إدارة أعمال، المشرف العام لمعهد فاميلي أكاديمي المعهد الخاص للتكوين المهني قسنطينة، رئيس قسم التدريب الإداري وتطوير المنظمات بمجموعة سمارت قسنطينة الجزائر، عضو مجلس إدارة معهد أتيكس انستيتيوت مكلف بالتدريب قسنطينة، رئيس قسم تصميم الحقائب التدريبية في المركز العالمي للتدريب الاحترافي تركيا، مدرب محترف معتمد من عدة جهات دولية، خبير معتمد في أدوات التخطيط الاستراتيجي والتدريب القيادي، عضو إدارة الشركة التجارية استراتيجي ومقدم برامج تدريبية لدى مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، درب أكثر من 2800 مدير وقائد ورجل أعمال ضمن برامج تدريبية متخصصة داخل وخارج الوطن، ويقدم أكثر من 8 محاور إدارية، باحث ومفكر في الاستراتيجية والتأهيل القيادي بخبرة أكثر من 9 سنوات. هذه السيرة فعلا ثرية وغنية. الحمد لله يعني توجد فرصة لنناقش هذه خلال هذه الأيام الثقافية. دون إطالة نحيل الكلمة إلى نائب أمين طلبة، فليتفضل مشكورا مأجورا في كلمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. باسمي وباسمكم نشكر الأستاذ غزول حسان بن عفاري على هذه المحاضرة القيمة، والتي كانت تحت عنوان التحول الرقمي لشركاتنا من الأوفلاين إلى الأونلاين، التسوق الإلكتروني ضرورة. نسأل الله أن يتقبل من خطواته وأن يجعلها ثقلا في ميزان حسناته، وشكرا وتقديرا له لمجهوداته نقدم له هذا الوسام الذي سأقرأ عليكم نصه. تمنح لجنة الطلبة إلى الأستاذ غزول حسان بن عفاري بمناسبة إلقائه لمحاضرة في الأيام الثقافية في طبعتها 31 وتحت شعار نحو اقتصاد ناجح في ظل تطورات متجددة. باتنا في 7 ماي 2023 17 شوال 1444 عن المكتب. يتقدم أحد أعضاء جماعة لتسليم الوسام. بارك الله فيكم.
بالإضافة إلى الوسام نقدم للأستاذ كتابا من تأليف الدكتور والبروفيسور حمدي محمد بن صالح تحت عنوان فقه المعاملات المالية. ونشكر أيضا المقدم المتألق الذي حرص على تنشيط هذه المحاضرة، نقدم له شهادة شكر وتقدير، والتي سأقرأ عليكم نصها كالتالي: في إطار الأيام الثقافية الطبعة 31 تحت موضوع الاقتصاد الرقمي تحديات ورهانات، يسر لجنة الطلبة الجامعيين بباتنا أن تمنح هذه الشهادة للطالب حمدي عمر بن إبراهيم جزاء مشاركته الفعالة في تنشيط المحاضرة الثانية للتظاهرة تحت عنوان التحول الرقمي لشركاتنا من الأوفلاين إلى الأونلاين، التسويق الإلكتروني ضرورة. دمتم ذخرا للأمة والمجتمع والوطن. باتنا في 17 شوال 1444 7 ماي 2023 عن المكتب. يتفضل أحد أعضاء الجماعة تقديم الشهادة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من معنا معاشر المسلمين شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.